النضال في الشارع. لا يستطيع كثيرين أن يصلوا إلى هذا المستوى وهذا الفكر. أنت استطعت أن تخرج من الشاعر إلى الناقد، وهذا هو الأمر الصعب، أن تتحول من شاعر لناقد. هذه هي المهمة الصعبة الكبيرة جدا. والحقيقة أنت كده ماسك كامل مشوار بإيدك. ليه؟ لأنها هتزعل ناس كتير منك وهتبقى دايما تحمل على أعصابك، وعشان كده بقول لك تعالى لي في واحد الهدوء، استراحة الفرسان. أنا كنت زيك وأكتر، ياما اتحرق أعصابي وياما زعقت وياما خسرت قيادات وياما، ولكن في النهاية لا يكسب غير الهدوء. لقد تعلمت هذا من صديقي ياسر الشرقاوي، وبكل فخر أقولها إنه هذا الرجل المثقف صاحب الرسالة الذي استطاع أن يضيف لصديقه شيئا جميلا، وهو الدبلوماسية. ودائما ما يؤكد علي يقول لي خليك دبلوماسي ما تخسرش الناس. والحقيقة قدرت أصل لمنطقة شوية يعني، مع اني ساعات بتهور، ولكن بحاول بقدر الامكان اكون متماسك. خلينا نعود الى المنصه الجميله. انا سعيد بوجود الاستاذ عتيق خلاف، هذا الرمز الجميل، والاستاذ احمد الحمله، والاستاذ علي عبد التالي. الحقيقه يعني جميعهم لديهم فكره ومضمون، وهذا هو الموضوع. هم اصحاب رساله جدا ما بنسمعش كلمه ربنا فيها. كله يتحدث عن الحياه وعن الذكاء الاصطناعي وعن الذكاء البشري، ولكن ينسون أن هناك من يقود هذا العالم وهو الله سبحانه وتعالى، هو الملهم الأول والأخير، هو من يكون كن فيكون. علينا يجب أن نقدم المشيئة ويجب أن نقدم الله في كل شيء. عشان كده أنا سعيد أول كلمتك هي دي المفكر الأول في هذه الندوة، إن الله معنا في كل شيء. الله معنا في كل شيء حقيقي. هو من يسترنا، هو من يوفقنا في الأعمال، هو من دائما يفاجئنا في حالات الكرب والحالات الصعبة، الله سبحانه وتعالى. الحمد لله كثيرا، وهو النصر إلا من عند الله. وأنا أرى أني في لحظة انتصار حقيقية أن أقف في هذا المكان وأن أقيم هذه الندوة مع القامات الكبيرة التي تستحق التقدير الكثير. أستطيع أن أؤكد إليكم أنني راضي ومبسوط، وقد نسيت كل من تعرضت له من ظلم في هذه اللحظة الجميلة، وأنا مع أصدقائي الأعزاء الذين حضروا لكي يدعموني من المتذوقين ومن الشعراء الكبار. أستاذ طارق الكردي، أهلا بيك. الشاعر الكبير طارق الكردي، أهلا بحضرتك. الحقيقة نذهب إلى تجربة أخرى على المنصة، وهي سيدة فاضلة ومحترمة، ونستطيع أن نؤكد أن لدى المرأة دور كبير جدا في المجتمع المصري، ولن نستطيع أن نغفل دورها في كل الثورات، سواء يناير اللي الناس كتير مش راضيين عنها، أو سواء ثورة 30 يونيو اللي بدأوا برضه يشكوا فيها، وإحنا الحقيقة نشكك في كل الأشياء. وهذا هو يعني الناموس البشري، اتخلقنا كده. إذا كان أول قضية على الأرض كانت مقتل قابيل وهابيل، يعني هذه القضية قد نستطيع أن نستخلص منها العبر إن الشر والخير يعيشون معنا في وقت واحد، وعلينا أن نكون أذكياء وأن نمر من الامتحان الكبير وهو الدنيا. هذه هي الرسالة التي أرسلها الله إلينا. وعشان كده إحنا مع شاعرة فاضلة، الشاعرة رضا المحمدي. السلام عليكم ورحمة الله. عايزة أقول قد إيه أنا سعيدة النهاردة بالندوة دي، لأني حضرت ندوات كتير، ولكن للأسف بحس إن أنا بطلع منها صفر، يعني مفيش أي إضافة بتضاف بعد الندوة. لكن الندوة من أولها النهاردة بفضل الله أنا سامعة فيها كلام حلو قوي بيتقال، سامعة ناس محترمة جدا قاعدين على المنصة، وناس محترمة جدا قاعدين على الكراسي قدام المنصة. حاسة إن في ناس عايزة تسمع الكلام الجد، عايزة بتقدر الأصوات الجادة في عصر كثر فيه الهرج والمرج. فاسمحوا لي إن أنا أقول لكم قصيدة كده على السريع بعنوان حلم عنيد. هيا لنمضي قالها،
ثم انزويت على حواف الوجد أقضم عثرتي. هيا لنمضي قالها ثم انزويت على حواف الوجد أقضم عثرتي. كم آيست بالقلب أحلام معذرة والبحثور في مصر وخارج مصر. يسر وزي ما قال مفيش ملحن بدون شاعر كويس، مفيش شاعر كويس بدون ملحن. احنا الحمد لله عندنا الشاعر واللحن والمطرب والموزع، فان شاء الله تسمعوا قريب حاجات كتير. انطباع عن الندوه لسه هقول انت قدرت ان انت تجمع قناه كبيره جدا جدا في امسيه. حقيقي انا اول مره احضر امسيه فرز الابداع في هذا الكم من الحضور الراقي المحترم المثقف. اكيد الندوه هتحقق هدفها وهنطلع منها ان شاء الله مستفيدين جدا. انا شخصيا استفدت كتير قوي قوي النهارده من حاجات، ومن لغه عربيه استاذ علي، ومن شعر، ومن القاء، اقول ايه كل حاجه حلوه. شكرا لحضرتك. اول حاجه عايزين طيب احنا عايزين من التقديم المميز. التقديم المميز ده استاذ احمد هو الوصل بين المتلقي طبعا وبين احنا متلقي وبين المنصه وبين المثلث، راس المثلث هو. ايوه طبعا انا لسه بقول. طيب احنا عملنا حاجه اسمها الحي القديم بمناسبه الدعوه الى الترابط والاحساس بالجار اللي احنا افتقدناه خالص دلوقتي. تلاقي الجار جنب الجار ما يعرفش هو مين ولا مين جنبه ولا مين فوق. فقلنا في الحي القديم طيبة واحساس وناس، جيران بقلوب بسيطة عايشة على الإخلاص. في الحي القديم طيبة واحساس وناس، جيران بقلوب بسيطة عايشة على الإخلاص. تلاقيهم في الشدايد واقفين في ظهر بعض، حمدي والرب رايق يرضيهم ويا بعض. في الحي القديم طيبة، في الحي القديم طيبة، لسه فاكرين يا ريت أجمل أيام زمان. من ورا حبل الغسيل بنشوف بنت الجيران، لسه فاكرين يا ريت أجمل أيام زمان. من ورا حبل الغسيل بنشوف بنت الجيران، لسه فاكرين شارع وش الناس الطيبين، لسه الذكرى في قلوبنا مدوبنا الحنين. شكرا للصديق العزيز الغالي ياسر الشرقاوي، بحييك جدا. الآن سوف نعود إليكم، ولكن بعد أن نستكمل الحديث المنصب الغني والثري والذي أضاف إلينا كثيرا اليوم، والذي جعلنا ننتبه أن هناك رجال يعشقون الوطن ويحبون الناس ويعطون من قلبهم الكثير والكثير، وسوف يعطونا كثيرا في الأيام القادمة بإذن الله في ندوات كثيرة نلتقي معكم بها. نذهب إلى شاعر متميز، شاعر متوهج، شاعر غني المفردات، شاعر نقدر نقول إن عنده بستان كلمات، عنده غيط معاني، عنده نهر أحاسيس. الشاعر عيد أبو حجاج. اسد الشعراء هو من غير مايك حلو بصراحه. مساء الخير على حضراتكم جميعا. اكيد انا سعيد ان الاساتذه الكبار
سمحوا لي ان انا اقعد جنبهم، وده فضل كبير منهم يعني. انا بحيي حضراتكم جميعا، كل الحضور، بخص بالتحيه الشريك في فريق كلمه ودندنه الاستاذ فتحي عبد الغني، وبحيي الاستاذ تامر مشايلي اللي بيقطع مسافات طويله عشان يسمع. يا نسمة الصبح اللي طلع من السماء، يا نسمة الصبح اللي طلع من السماء، يا ريحة الحلم اللي جاية من السماء. مد الايدين، شد القلوب المغرمة، لم المشاعر من تراب الهجر. ورا كل عتبة ليل أحلام بتطرح فجر، مع كل توهة دليل، والمحنة هتعدي، بس انت شد الحيل وياك ترتدي. ونزاد علينا الشيل، مد المدد، مدي انا جيل مسلم جيل، مين في العدد قدي؟ قرآن قصاد انجيل، والشعب متوضي، قنديل في ايد قنديل، لو تقدري عيد. حكاية زيد، حكاية زيد مع الدنيا اللي غش بغش، وحيث انه اتوجد فيها وجود يشبه لدود المش، فكان كل اللي بينوبه رصيف حافي، وكان معلش، وكان احيانا يسبلها يا دون الدون يا خوافه، ما كل الخلق مسطوره، مفيش علشان حته قش، ويرفع عينه في عينيها وتشكيله فيحكيها. هناك مطرح محط الليل، بلاد تركب عشانها الويل، ومطرح ما اتحدث يوسف عشان يوفي اخواته الكيل، ويحفظ دينها واغلالها، ويكسر ظلم اغلالها. بلاد ما تجيبش اولها تتوه، لو جيت تأولها لا دائب باللي بيجيلها، ولا بيقطع مداها الخير. بتتبدل عليها السلطة والمخاليق، وناس بتكنز الأموال، وناس مش لاقية بل تريد، وناس بتموت على ترابها، وناس تتمنى نص طريق عشان الجوع معذبها، بيرموا الحلم في المالح عشان يرجع لأهله غريب. بلاد مليانة كفة شيء، بلاد مليانة كفة شيء، وقد ما تتسع بالدين وفرض الطاعة على الحراس، بتاخد إذن للأنفاس، وكان لازم عشان ما تعيش تضحي بقد قفة ناس. نهايته نقول بلاد وخلاص، بيظهر ويا أول نور، بيظهر ويا أول نور، عصاته وعمته وشنطة وكف بخور، يشد الخطوة من الخطوة، يلف يدور صوابعه من المداس بانوا، وقطع الجزمة بالصدفة بيشبه جرح أحزان، ويبص لرجله وينكد. أحطك فين يا منحوسة مدام كل الجزم خير. جميل. بيضحك ضحكة مش صافية، ويضحك ضحكة مش صافية، بتوجع قلب دخانه، فيرفع شكوته لربه ويسند على المدد. قلبه بيعرج والزمان غلبه، وزاد الغلب فوق غلبه، بينظر زاده بالعافية، وقوة فكه مش كافية تعوض ضعف بكر البول، عشان اللقمة مش نعمة لكنه بيشكر النعمة، ورام عيونه للأعمى، ويقلب ضحكته المسحور، ويحدث للقطط قوته، تقوم الناس على صوته، فيركب ظهر نبوته، ويرمح جوه ملكوته. حكاية زيد وجع إنسان بيشحت من الحياة موته، لكنه ما كانش بيفوته،
يروح ويا آخر نور، يروح ويا آخر نور ويحضر وحدته وينام، وحلم مات يموت مستور. الله. أنا وأنت لما الليل يبدو النجوم في الفضاء والقعدة على الكورنيش والضحك والفضفضة، يقف القمر مكسوف ننده يلبي الندى وفي ايده عود درويش وبدارة بتغني، تنده يا طير ما يجيش فتقربي مني، تلمع عينيكي واتوه جواها لبعد مدى، فتزقي باب قلبي تلاقيكي متمدده، تفتكري يطلع ايه اجمل يا ياتي من كده. كل اللي قالوا الشعر في عينيك قالوا حاجات محتاجه تتقوى، كل اللي قالوا الشعر في عينيكي قالوا حاجات محتاجه تتقوى. انا بس لما كتبت طلع الكلام ده قال ده فاكر من جوه، والشعر اصله صدق بيقرب المسافات، ربك ارادته كده، والشعر دول درجات والفرق كالهوة. الشعر مني انا بيساوي 100 هوة، ينفع لفرحك، ينفع في جرحك دواء، وفي الحروب نوة، ينفع في وقت الغضب والوردة محلوة. ربك وهبني اللين وفي قلبه 100 قوة، ربك خلقني كده فتعالى ما نسوي. الشعر في عيونك لازم له دم وروح، كل اللي كتبولك كان شعرهم مذبوح، وانا شعر قلب حمام النبض فيه صاحي، ينفع في فرحك غنى وتسالي في جراحي، يهزيه ينزل رطب والطعم تفاحي، يسقط في حجرك عنب فيغيب الصاحي، والسكر لو يتعبك في المز ترتاحي، والسكر لو يتعبك في المز ترتاحي. انا شعر عيل رضع من عز فلاحي، انا شعر عيل رضع من صدر فلاحي، اسمر ولما اتكتب في هواكي بات صاحي، يلمح في عين النور يشرب ويتروى. ربي خلقني كده فتعالى من سوى. الشعر راجل جدع مش اي عيل سيس، كل اللي كتبولك كتبوه فتيس في فتيس. الشعر يعني انا وانا عمري ببقى رخيص، كل اللي كتبولك كتبوه فتيس في فتيس، حطوه في نار الهوى رفض انه يتسوى. انا شعري لما هوى سكن الفؤاد جوه، الشعر شافك دنا يجمل بنات حواء، الشعر انتي وانا فتعالى من سوى. شكرا. في هذا التنقيط سوف يتحدث في عجالة معكم لأن هناك باقي من الوقت القليل، نستطيع أن ننجز في هذا الوقت ما باقي من الضيوف والمنصة. ممكن اسقف للدكتور حبيبي. السلام عليكم ورحمة الله. ترحيب شديد ومحترم يليق بالحضور المحترم ويليق بالمنصة الفريدة التي قلما ما تتجمع بهذا الشكل. حقيقة كنا في حيرة لأننا كنا نتخير بعناية ونحاول أن نصنع تشكيلة من فواكه الشعر السكندري إن صح التعبير. فكنا نتشاور أنا وشريك الكفاح الأدبي الشاعر أحمد قدري في ضيوف هذا اليوم، من يستطيع أن يقف أمام هذا الحشد ويلقي شعرا سليما منقحا يهز القلوب. الإسكندرية مليئة وكنا فعلا في حيرة. أولا عزائي للأستاذة سمر علي زوجة أخي علي عبد الدايم في وفاة زوجة شقيقها، والشفاء تمنيات بالشفاء العاجل للأستاذة مديحة البدري. هي اشتد عليها المرض جدا
ولازم نقرب من بعضنا في المحن. لابد ان تعرف الاسكندريه ان الاستاذه مديحه البدري في حاله صحيه حرجه. قبل ان استكمل حديثي، عندما كنا نتحدث عن القمم الذين اثروا المكتبه المصريه العربيه السكندريه بالشعر الفصيح والعامي الذي هز قلوبنا مثلما سمعتم منذ قليل، والكلام خير شاهد على ما أقول. أبو حجاج، أستاذنا عز الدين خلاف، أستاذنا أحمد الحملة، أستاذنا علي عبد الدايم، الذين تحدثوا قبل مجيئي، لأن لسه فاتح لنا باب الكنترول 8:15، يعني أنا جاي في ربع ساعة هنا عذرا للتأخير. معنا أيضا شعراء آخرون سيلقون على مسامعكم جميل الكلام. أستاذتنا فين؟ أستاذتنا راحت، ده أنا اللي متصل بيها ومؤكد عليها امبارح. أنارتي أستاذتنا. طبعا الأستاذة الفاضلة فوزية شاهين، والله يعني دائمة السفر للخارج والعودة، ولكن قلت لها اليوم لابد من الحضور. بالنسبة للشعب ما زال يشغلنا جميعا، ما زال يؤرق وسادتنا. يعني كل إنسان يتمنى أن يكتب كلمة تهز قلوب الناس. كل إنسان يتمنى أن يوصل معنى فريدا فيصفق له الناس. الشاعر السوداني الهادي آدم مؤلف أغدا ألقاك الذي قال: وغدا تأتلق الجنة أنهارا وظلا، وغدا ننسى فلا نأسى على ماض تولى، وغدا نسهو فلا نعرف للغيب محلا. هذا الرجل عندما غنت له سومة قال: اعتزلت الشعر. خلاص، أمنية من أهم أمنيات حياته تحققت. قيل أنه أو إنه اعتزل الشعر بعد ذلك. يعني عايز أقول، من أراد أن يكون شاعرا فليقرأ، فليطلع، فليستمع إلى كبار الشعراء. قال شاعر لشاعر: اذهب فاحفظ ديوان الحماسة لأبي تمام. ثم حفظه، ثم قال له: انسه ثم ألف شعرا. وقيل لآخر: احفظ ديوان شر. ثم قيل: انسه وألف شعر. من أراد أن يكون كبيرا فليحفظ شعر الكبار، وليطلع على أدبياتهم وعلى قوانين القصيد عندهم، ويقرأ ويعرف تاريخ العرب وبطولاتهم، ويعرف الفرق بين المعسكرين الشرقي والغربي، الفرق بين الرأسمالية والاشتراكية. لأنه حينما يطرق بابا ما لابد أن يكون ملما بالمعلومة لكي يطرح رمزا أو كلمة تشير إلى شيء نحسه ونشعر. عفوا، الكلام طول النهار مش وبحيي الأستاذ أحمد أدري أنه استطاع أن يوجد يوما خاصا بشعراء الإسكندرية يستمعون بعضهم البعض ويطلعون على ثقافتهم، لأن ذلك شيء هام جدا ومهم جدا لنا، أن نستمع لكبارنا الذين سبقونا في الرحلة الأدبية ونستفيد من خبراتهم ومن ألفاظهم ولغتهم. يعني النهارده معانا أستاذة فوزية شاهين، أستاذ عز الدين، أستاذ محمد، أستاذ علي عبد الدايم، أستاذ سعيد أبو حجاج، أستاذ فاطمة علام، أستاذ رضا محمدي. يعني وغاب عنا اليوم بظروف الامتحانات أيضا الشاعر الكبير محمد خليل، فهو زميل في الأدب وفي التربية والتعليم أيضا. كلنا نمر بظروف في تلك الأيام. وطبعا راعي مجموعات التعليم معانا النهارده المستشار إبراهيم عبد الله. ازي حضرتك؟ ونفخر بوجودكم.
حاجة بسيطة كده بس، يعني مرور سريع بس حتى يقال إننا قلنا شعرا. يعني لن نستغرق دقيقة واحدة، وأتمنى أن يكون اليوم قد حاز إعجابكم ونال رضاءكم. ربنا يستر الصوت ما يقطعش. يا ليل يا ليل ما لك تدمي قبرنا عوزا، ضاقت قلوب كانت عنك تغنينا. يا ليل ما لك تدمي قبرنا عوزا، ضاقت قلوب كانت عنك تغنينا. فالموت أضحى بديلا من تشتتنا، عز المداد وأرض الشعر تحيينا. إن كان سم العيش رابضا خجلا، إن كان سم العيش رابضا خجلا، فليبقى بعض من الترياق. أسعى أنا وأرض الله واسعة، والصبر قد يرسي أحشاءنا فينا. أسعى أنا وأرض الله واسعة، والصبر قد يرسي أحشاءنا فينا. قل للمرايا قد زيفت بسمتنا، ما عاد شيء في المرآة يعني. ضاقت عيون الناس مر نصرتك، لله ضر الذي قد بات يبكينا. فلا عزاء اليوم منك نقبله، ولا مؤس للجراح ينسينا. شكرا. شكرا للشاعر كريم الكردي، مشكورة جدا على هذا الكلام الجميل. اتفضل مكانك. الحقيقة لقد أهمنا الوقت ونحن الآن نتصارع مع الوقت بجد. يعني أنا عايز أقدم الرموز الوطنية الموجودة والثقافية، ولكن دعونا نتفق أن من يأخذ الكلمة بدقيقة واحدة حتى نستطيع أن نغطي الحوار. أريد أن أذهب إلى التحيات. تحية للشاعر عبد السلام الشيخ، تحية للأستاذ حسن عبد السلام، أهلا بحضرتك. تحية للأستاذ صفاء منصور، أهلا بيكي. تحية للأستاذ هناء يسري الإعلامية، الأستاذ بلال حامد، أهلا بحضرتك. تحية للأستاذ ياسر عمارة الشاعر الجميل. الآن نذهب إلى شاعرة متحققة أيضا. خلي بالك أنا سارق منك متحققة دي. شاعرة متحققة جدا. مش وحش ان احنا نقلد بعض في الكلام الحلو، مش وحش ان احنا ناخد من بعض مفردات جميله حتى تتسع كل الساحه لكل الكلمات، ويعني نستطيع ان ناخذ من بعض ونعطي، وهذا هو المفروض. الحياه كلها شراكه، كما نحن شركاء في معركه الوعي. هذا اليوم الذي نلتقي فيه دائما نحن شركاء في معركه الوعي. نذهب الى الشاعره امال بسيوني. هجيب لك المايك عندي. كلمة في دقيقة. طيب خلاص ما تضغطش عليها، شوف هتقول ايه بس. مش هقول. انا عزمني الاستاذ، اهلا وسهلا، ازيك يا استاذ طارق. طبعا بمسي على الناس اللي موجوده كلكم، وحشتوني، وانا عرفت ان اسمي كان موجود في الترشيح عشان اكون موجوده في المجموعه، لكن قالوا ان الاسانسير عطلان فامال مش هتقدر تطلع فادوها فرصه شويه. بس انا الحمد لله ربنا يعني سندت طبعا. قدرتي تطلعي. لا انا بتحسن. طول عمرك مناضل. والله. بس انا بسيب المكان للناس عشان الوقت خلاص ضيق، ولينا قريب مع بعضينا يعني. طب يا منك في مناضل ممكن تقدميه اسمه سعيد الصباغ. ممكن تقدميه؟
شكرا يا استاذ احمد على هذا المجهود المثمر دايما، مش المجهود اللي بيروح كده هباء يعني زي بعض الكيانات الثقافيه اللي مالهاش اي قيمه. كل ندواتك كانت بتسيب اثر كبير جدا عند الناس يعني. بفضل كل الحضور مش لوحدي. بفضل الله اولا لا طبعا تحياتي للمنصه الكريمه والايقاع المتميزه والمتفرده. اسمحوا لي في عجاله اطلعكم من المود الجميل اللي كنت فيه، وعفوا اسف احطكم في مود مؤلم شويه، لان لابد ان نضغط على الجرح عشان نسمع صوت الآه عشان نحدد الداء ونحدد العلاج. لازم هو ده الطبيب الماهر اللي بيعمل كده. النهارده ذكرى مؤلمه محزنه على الوطن العربي كله، وهو 15 مايو يوم النكبه السوداء على الوطن العربي كله. وبدايه المقاومه الشعبيه العظيمه، مقاومه بالسلاح والكلمه والقصيده والروايه من الشعب المصري والشعب العربي، وعلى راس القائمه الشعب الفلسطيني المقاوم الحقيقي الذي يستحق كل تحديد. لابد ان نقف وقفه هنا ونعرف ايه دور الشعر بقى في المقاومه الفلسطينيه. لا، دور الشعر وده موضوع النهارده يا استاذ احمد، دور الشعر الحقيقي هو الالتقاء بالانسان بكل مجالاته وكل مناحي حياته. ان لم يكن المبدع، مش بقول الشعر، بقول المبدع في كافه الاجناس الادبيه والفنيه، ان لم يكن المبدع يمتلك رؤيه اجتماعيه ويمتلك حسا وطنيا ويمتلك رؤى فكريه، فعليه ان يلزم بيته، فلا قيمه له وسط القامات التي تمتلك الحس الوطني والرؤيه وكل ما يملك من افكار انسانيه وقضايا انسانيه ومجتمعيه. الكلام ده لسه قايله في مؤتمر اتحاد الكتاب هنا، كان يوم الجمعه استاذ علي، كان استاذ علي معانا منورنا طبعا يعني. الشعر بيلعب دور عظيم على مدى التاريخ. شفنا ميخائيل نعيمه صبرا فلسطين والقبي فرجا فلا بد من عجب ياتي به رجبه. وشفنا سميح القاسم ومحمود درويش، وهنا في اسكندريه شفنا شاعره تمتلك الحس الوطني، شاعره مصريه اسمها فوزيه شاهين، لما بنقرا لها انا بتحسن منها. شفنا الدكتوره اماني شكن عندما تكتب على القضيه الوطنيه، علي عبد الجليل عندما تحدث النهارده عن التمثيليه اللي تمت واضافت بالوطن العربي تمثيل كيسانجا وكارتر وما على شاكلتهم. انا في الحقيقه ارى ان الشعر بيلعب دور عظيم جدا في الالتقاء بالوعي الجمعي، وبيلعب دور كبير جدا في تأجج المشاعر الوطنيه. فنجد فولتير شاعر فرنسا العظيم الذي كان عنصرا عظيما في اقامه الثوره الفرنسيه منذ حوالي 200 سنه. وشفنا الشاعر الهندي العظيم تاغور الذي لقب بشاعر الحب والحكمه عندما نهض في الهند والتحم مع حزب المؤتمر الديمقراطي وصنعوا هند جديده، دوله جديده. وشفنا بوشكل في الثوره الروسيه الذي لعب دورا عظيما في ثوره 1917. وشفنا في مصر هنا امل دنقل، وشفنا في مصر هنا علي عبداي واحمد ادري واحمد الحمله وعز الدين خليل وحضراتكم كلكم. ان لم يؤثر الشعر وان لم يعبر عن مصالحنا وحياتنا وان لم يتماس مع قضايا الانسانيه والواقعيه فهو كلام لا قيمه له. والشعر لدي له مفهوم عظيم. ولكل من جرى ريشه على الوطن فنان، سوري، ولكل من جرى ريشه على الوطن على الورق احمد، ولكل من جرى ريشه على الورق شاعر، ولكل من جرى ريشه على الوطن فنان. ده الشعر احساس اصيل وفكر ومشاعر، واللحن حزمه نغم طالعه من الودان، اغاني الناس مكن وفاس، نغم لولي وحنه وماس، محبه للوطن وحماس تهز مراتب الانجاز وتخلع لبه النخاس. شجر الزيتون هيفرع وهيعلى بقوة الصوت، ويزارع شجر الغرقد مفيش مهرب بالموت. شجر الزيتون هيفرع وهيعلى بقوة الصوت، ويزارع شجر الغرقد مفيش مهرب بالموت. شجر الزيتون هيشاور على كل يهودي مناور، هيخضر بكره بشاير وهيعلى بقوة الصوت. كانت اخر رساله للقضيه الفلسطينيه اللي كلنا مهمومين بيها، وانا اشعر ان مفيش مصري ابدا يشعر بالمراره
تجاه ما يحدث في غزة وفي أرض فلسطين، ولكن ما يشرق صدرنا في هذه المرحلة الأخيرة هو اهتزاز القبة الحديدية أمام المقاومة، وهذا ما هو يجعل إسرائيل أن تعيد كل حساباتها من جديد، وأن تعرف أن هناك أصحاب للأرض، وأن هناك وطن سوف يدافع عن أرضه مهما حدث. الآن باقي من الكلمات القليل جدا، وأرجو من يلتقط المايك أن يختصر الكلمات حتى لا نستطيع أن نداوم الوقت أكثر من هذا. الكلمة الآن، الأول عايز أحيي صديقي العزيز الدكتور أيمن غنيم، تحية كبيرة جدا. الدكتور أيمن غنيم صاحب كتاب علم التوعية البشرية، قريبا بإذن الله سوف تلتقون معه في ندوة خاصة عن كتابه. الحقيقة أبحر كثيرا في علم الإنسان وفي التنمية البشرية بشكل جديد، وقد اخترع علما خاصا به اسمه علم التوعية البشرية. تحية كبيرة لحضرتك. الآن الكلمة للمناضل الجميل الأستاذ عايز تتبرع مجهود الحربي بالكلمة؟ اتفضل. موافقين والله، فتحنا الصندوق احنا دلوقتي. اللي عايز يتبرع بكلمته يقول مين؟ تحية الأستاذ عفيفة علامة. أهلا بحضرتك، مبروك نجاح المعرض الجميل، وبنشكرك على دعوتك لنا. والأستاذ طارق الكردي ما حضرش بس هو كان حاضر الغالي. صح؟ مشغول الايام دي، مشغول مش فاضي. ها؟ ما تعمليش معرض المره الجايه وهو مشغول، لا لازم يكون فاضي. استاذ عبد الهادي الشافعي، حضرتك منور الدنيا كلها، وهنسمع منك احلى اغنيات بس ربنا يستر الاستاذ وليد عبد ما يجيش يقف علينا النور، بس اهم حاجه. الكلمه الان للاستاذ ابراهيم عبد الله. اولا مساء الخير على حضراتكم واهلا وسهلا بيكم. الحقيقه طبعا انا بقالي فتره طويله جدا ما التقيتش بعظماء الشعراء، وكان عايز اقول بس ان الاذاعه هنا كان فعلا بيجيله شعراء من جميع انحاء الوطن العربي، وسمه جميله جدا النهارده ان احنا بنحضر وبنلتقي بالحقيقه يعني مجموعه منتقاه، وقدر بذكائه وبمجهوده وكفاحه ونضاله الشاعر احمد قادر الحقيقه انه فعلا يعمل النهارده كوكتيل هايل، سواء من المنصه الكريمه او من مجموعات القيادات اللي موجوده النهارده اللي هم كلهم الحقيقه انا شايف ان هم مستمتعين. وتملي بنقول الشعر من ضمن اللغات الناعمه التي تقترب كثيرا الى العقول والقلوب والمفاهيم، وزي ما قالوا طبعا كبار الشعراء ان الموجودين معانا النهارده ان فعلا احنا كفئات مثقفه محتاجين فعلا ان احنا نتداول بعض الحاجات الجميله جدا عن طريق الابيات الشعريه اللي موجوده، وشفنا كل واحد قدم لنا رساله النهارده عن يعني مفاهيمه بالنسبه لهذا الجانب الشعري، سواء كان عن طريق الكلمات او عن طريق المعاني المنتقاه. فانا الحقيقه سعيد قوي قوي ان انا موجود النهارده مع حضراتكم، وبشكر تاني المناضل احمد قادري، بشكر كل الساده الموجودين على المنصه الحقيقه عشان مش عايز يسقط مني اسم، بشكر ايضا كل الحضور والقامات اللي موجوده، وبحيي حضراتكم ان انتم موجودين في هذا الصالون الجميل، وبقول لاحمد قادري مبارك عليك والف مبروك، وان شاء الله مزيد من التوفيق والتالق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا استاذ ابراهيم عبد الله، مشكورة جدا دايما بتدعمنا، اشكرك. الكلمه الان للاستاذه فاطمه علام، اتفضلي. استاذه فاطمه علام صاحبه بصمات جميله جدا في الساحه السكندريه. انا بعتذر على فكره يا جماعه اعتذار كبير جدا للناس اللي مش هتقدر تقول او ان انا مش هتقدم. احنا في الحديث قلنا ان مش مهم ان احنا نقول بقدر ما احنا مهم ان احنا نشارك فيها المنظومه بشكل عام. انا اسف جدا ان مش كل الناس تقدر تتكلم يعني. عادي
ضيوف قدرهم المنصة الكريمة والسادة الحضور. ويا رب كده أكون على قدر هذه المسؤولية التي وضعني فيها الأستاذ طارق الكوزي والأستاذ أحمد أدري. والنهارده أنا كنت محضرة حاجة أقولها يعني مغايرة اللي هم الحوار اللي حاصل دلوقتي، بس الحوار اللي تم دلوقتي خلاني غيرت المنظومة بتاعتي أو الخطة بتاعتي، وهتكلم عن زي ما قالت الأستاذة فوزية شيرين أستاذتي، أنا بستنبط منها من كلامها وهاخد من كلامها زي ما الأستاذ أحمد قال ناخد من بعضينا إن إحنا كشاعر كبير أولا بناخد بيد بعض. الشاعر الكبير بياخد بالإيد الصغير يرفعه، لأن مهما كنا يعني هنتواجد مش يعني ربنا يدي العمر للكل، إن إحنا لازم يبقى في جيل تاني يتبعنا، فإحنا لازم الكبير ياخد بإيد الصغير. دي حاجة. الحاجة الثانية إن الشعر لازم يكون له قضية، ودي حقيقة إن أنا ما بتكلمش، أنا مش طالعة ماشي حتى لو كانت رومانسية، قضية أنت طالع تقول حاجة لازم توصلها للمتلقي ويحب ويعني ويطلع ويستنبط منها شيء، أنت عايز تقول إيه؟ أنت إيه فكرك؟ فهو ده الشعر. يعني طبعا الأستاذ طبعا بتعلم منها يعني. طب قولي شقيانة وبتطوي الطريق مسافات، شقيانة وبتطوي الطريق مسافات، ولا حد حاسس باللي كان بيها، صبرة ورسمة بتحكى للأموات، شايلة الهموم متلفحة بيها. يا نخل يلي مروي بعرقها وبتبني طرحك للغريب فيها. ده أنا اللي دمي محني بترابها، ده أنا اللي دمي محني بترابها، أنت يا دوق الخير على إيديها. يا مهرة فاردة للنسيم شعرك، مهرك دفعته وكدت عاديها. يا مهرة فاردة للنسيم شعرك، مهرك دفعته وكدت عاديها، وغزلت بيدي شمسك الذهبي، رخية ضفاير اللي حواليها. يا ظهرها المحني شد الحزام على القد، يا ظهرها المحني شد الحزام على القد، والقد سارح نور حواريها. طوب البنية سلسبيل أخضر، طوب البنية سلسبيل أخضر، حضنا ترابك كحلة لعينيها. حرري القلب اللي ياما عش أسيرك من سنين، وقطع ايد اللي سلبك واللي مص دم قلبك، واللي عاش ينهش في لحمك، واللي خانك واللي باع ارضك وهرمك، واللي حرمك يوم تعيشي من جموع العاشقين. غيري ثوب البلاده، حسي بينا حبتين، والبسي ثوب السعاده، ارجعي لاصلك وطينك واعزفي الحان حنين. رجعي طيرك لعشك وافرشي له ظل رمشك، وافردي شراع السفينه، وهي مره تكسفينا. خلي احلامنا الكبيره تبقى للاحلام، تبقى للافراح سفيره. ده احنا من غيرك يتامى، ده احنا من غيرك يتامى، شفنا فقر وذل ياما. فاحجزي لي حته منك، فاحجزي لي حته منك، تبقى حضن في بعد عنك. خطوتين من 1000 ميل يبداوا سكه سلام. هذا الفلسطينية. أيوة أنا شفت البراءة، أيوة أنا شفت البراءة، كان في إيدها حصوتين، هم أطفال الحجارة عالشجاعة مفطومين. جاي بيلعب بالشهادة، لفظ سمعه مرتين، أدمنه بقى عنده عادة، سنة وجبة وفرض عين. الجهاد يا ناس عبادة لاجل أولى للقبلتين. حلم روضه كل عمره عاش بيحلم بيه سنين. لما مات أخوه في غارة، لما مات أخوه في غارة ومات أبوه بعده بيومين. اتخلق جواه مرارة، اتخلق جواه مرارة ضد كل الغاصبين. قام سأل بدون إجابة، يا رب ناخدكوا فين؟ قام سأل بدون إجابة، يا رب ناخدكوا فين؟ مش شايفها في القيادة واغتيالنا أصبح روتين. بالعزيمة والإرادة و1000 100 مليون يمين مش هيرجع تاني داره إلا لو حرر بلاده من الصهاينة الملعونين. الشجاعة سلاح إبادة،
المقاومة وحصلتين. ياسر عمارة حبيبي طبعا. انا متابع صفحتك على الفيسبوك، انت عندك حس اعلامي جميل وعندك حب للوطن وللناس وعندك روح الدعابه في القمه. بجد ساعات بضحك، انا بكون زعلان بضحك لما بتقدم بعض الحاجات دي. بشكرك. بحلم يعود تاني الامل واشوفه في عيون الشباب يبنوا ملايين بالعمل تعلى وتوصل للسحاب، واشوف بلادي فرد الايادي تبدو الغلاوي تطرح خضار لكل عشاق النهار، مع الشاعر ومسك الختام الشاعر الشاب سيف الدين سعيد. الدكتور سيف الدين سعيد الحقيقه موهبه واعده، وهذا دورنا في احتضان الشباب، عشان كده انا قدمته بحلم يعود تاني الامل واشوفه في عيون الشباب. مساء الخير. اول طبعا حابب اشكر الاستاذ احمد الادري، مش اول مره يبقى معايا في المنصه، يعني اول شاب، ومش عارف يعني حابب اشكر كل الحضور الموجودين، حابب اشكر المنصه الكريمه، ومش عارف يعني هل بعد الشاعر الجميل الخير والشاعر الكبار يعني هل الشباب هيبقى منهم؟ طبعا لازم. انا مش عايز اطلع ده لسه هنتكلم شاعر قصيده بعنوان مرفوض ولا ايه؟ رماد التجربه راكب في وسط العالم، غبار يأذي عيون كل اللي هيحاول يجرب مره يتداول مواضيع الهوى والحب. مجرد قرب بيخليك بتتحارب كأنك سنة المرفوض، وتتعامل معاملة شخص مش موجود، ومش بنشخصن المواضيع بفكرة إن شيء موجود ماهوش مقبول. وأصل الفكرة رفض وصول أمام محاكم القلب المغامر بالمشاعر والنيابة الظالمة، والمحامي اللي غافل عن نواحي قضيته، والقضاء كل الشهود. إيه تهمته؟ إنه في حالة من الجنون. أما بعد، هل قريت كل الطريق اللي اتمشى؟ هل دخلت في كل بيت وسألت ليه سكنه اتأذى؟ جاي مقرب نيته طاهرة ومع كامل الأسف طاروا الحريق. بتلوم على النار ومش لاقي من الحطب اللي ولع إنه رضا. عرفت ليه ممنوع تقرب منها؟ فهمت ليه كل كان بيت عندها؟ ومن ثم هنا قد تبطل التهمة، وقد ظهرت أمام عضلاتكم الثغرات. ما هو انتوا تملي عارفينها، وعلى ما سمعكم يا حضرات أنا أطلب براءة قلبي من تهم المتصنع ومتمنع عن علة قد تكون جواه نتيجة إن قلب أذاه رماه في الجانب المظلم. أنا آسف، بقول إزاي كلام يثبت بإن موكلي مذنب ومش آسف. سيادة القاضي لا طالب كمان تأكيد، وأنا نحن غير رماد التجربة الداكن بواقي حطب ونار وكوارث. بعيد عنك أكيد لكن مصمم يحبسك جواه، وقلبك حبر طاير لسه متعلق ورقة دايبة قلبها معطوب، في كلمة ماسكة كلمة في جملة سايبة وصدرها معروف. تندي عيني على حالي تحيل الورقة للحالي، فبقفل عيني بهداوة وبدي قلبي فرصة يحس. رمادك منه جوايا أنا فاهمك، مناديكي ومنك نص. على قلبي بالكوفي اكتبي كلمة وطن تكون حروفي، وارسمي فوق الزمن حلمك على كفوفي. عايزة تعملي مذاكرة؟ اتفضلي. حضرتك قدمي اسمك وشوفي عايزة تقولي ايه. مساء الخير عليكم جميعا. أنا هدير محمد، دكتورة في كلية الآداب قسم أنثروبولوجي. الحقيقة أنا كنت قبل ما حضرتك تقدم أستاذ الشاب كنت عايزة أقول إن أنا الأول بشكركم على اليوم الجميل ده اللي جمع بين عبق الماضي وتاريخ الكلمة الأصيلة وملامستها للواقع والقضايا اللي احنا بنعيشها فعلا دلوقتي. كنت حابة أقول إن حضراتكم المفروض تتبنوا دي للشباب وتكون دي رسالة واضحة، لأن في ناس كتير جدا احنا عندنا كلية الآداب قسم اللغة العربية في ليالي اللغة العربية عشان إحياء اللغة، وفي مجموعة كبيرة من طلاب الشواعر الرائعين واللي بيقدموا حفلات. فلو حضراتكم تتبنوا ده وتظهروهم
هيجي جديد اتعلمه. يا ريت انا بعد ان شاء الله هقول لحضرتك على وهقول حاجه من عندي انا هاويه يعني يعني لو حضرتك تحبوا تسمعوا. انا زي ما حضرتك قلتي صاحبه قضيه، بلاش قضيه المراه، فبحاول انقلها في شعر. انا امراه اجمع بين الامومه والمواطنه، تشق قلبي أغادير الحنان لطفلتي، أرسم طيور السلام على جدران الحياة في أمسيتي، أأكل من رغيف الأرض، أنعم بسحر الشرق، وأغوص في تاريخ أمتي. أنا امرأة قالوا عنها مهازحين قوي، قالوا عنها مستنكرين أبية، قالوا وقالوا وقد أصابوا ثم أصابوا ولا يعلمون. ففي قوتي ترياق العزة يسمو فوق آلاف الجراح، يفتح من الجدران أبوابا للفلاح، يأخذ من الأنوثة فوق ملامحي سوجان فخر وسلاح. أعيش الدهر بين أحضان الكتب وبين طياتها كل أمر مستباح. أنا امرأة ملحمة أبدية بداخلي، فقد سطرت التاريخ بساعتي يوم نبشت الأرض فأزهرت قبل الأوان. أنا امرأة نسجت الحضارة على معابد الزمان. أنا امرأة الخير بين أنامل سيل وهتان. أنا الأمان، بلون الطمي تزهو ظلتي، وبلون النور على وجنتي تنتهك الحياة، ويعبق دم الجسد عطر الشموخ، ويرنو الدلال سفيرا على محياه. أنا أم الرجالات وأختها، زرعت في خواطرها الصمود، زرعت من قلوبها الجمود، خططت على بصمات الصبية وصايا وعهود. أنا امرأة كلما نظر الحاضر إلي تغنى، وفي عيني الغد تجلى. أنا بنت خويلد، أنا العذراء مريم، أنا الخلود، أنا بنت الشيم. مصر جربنا كل أمانة، عايزة في وقت الشدة رجال، بدي الخطوة قريب ويانا للمستقبل، بدي أمال إيدي في إيدك، عيش أحلامك، لازم بكرة هيجي النهار. حدد هدفك، شد زمامك وانزل للشارع واختار، يا ابن بلدنا بقالك دور، شارك واطلع عيش في النور، حقق حلمك، عدي السور، واشعل صوت الحق حبيب. كان هذا هو بس الكتاب. تحية شكر وتقدير لرئاسة قصر الإبداع الدكتورة إيناس دياب والأستاذ وليد عدنان. تحية شكر وتقدير لضيوف الوصل الأعزاء الأستاذ الكبير علي عبد الدايم، الأستاذ عيد أبو حجاج، تحية شكر للدكتور الأستاذ أحمد محمد، الأستاذ طارق الكردي، الشاعرة رضا المحمدي، الشاعرة الكبيرة فوزية شاهين.